السلام عليكم غالياتي ونهاركم زين مبروك ان شاء الله يا رب تكونوا في احسن الاحوال وانتم تشاهدوا الفيديو تاع اليوم. حبيت نشارككم وصفه مطلوع السميد، يعني مطلوع درته غير بالسميد، ما حطيت فيه حتى يعني جرام تاع فرينه، يجي 100% سميد. وتعرفوا المطلوع تاع السميد بنت وحدها يا البنات، يجي بنين خفيف مثقب، تقول عليه غرايف الداخل، تقول بغرير. يلا نبداو نصلي ونسلموا على حبيبنا المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، ونبداو الوصفه تاعنا. عندي 3 كيلات تاع سميد متوسط رايح للرقيق. انا ما نحبش نديرو بلورطه هذاك السميد، نحب ديما نديرو متوسط شويه رايح للرقيق. حطيت 3 مغارف صغار تاع ملح ممسوحين، 2 مغارف تاع خميره الخبز الفوريه، وزوز مغارف تاع سكر، ورشه تاع سانوج اللي تقدروا تعوضوها بالجلجلان ولا زراعه الكتان كما تحبوا. وحطيت 4 مغارف كبار تاع الزيت. دخلوا هذاك الزيت، يعني واحد 4 كاس تاع زيت. دخلوا هذاك الزيت يعني في السميد، ومن بعد نبداو. هذه الكيله الاولى تاع الماء، ماء دافي، احنا عندنا الحال شويه بارد، يعني الماء مستحسن اللي نبلو به العجينه تاعنا يكون دافي. ونبدا ندخل في هذاك الماء ونلم في العجينه تاعي. كما تعرفوا المطلوع تاع السميده ويحب العجين، لازم يتعجن مليح. ومن بعد هنا زدت، يعني حطيت صحفه وربع كبدايه، يعني مش راح نطريه خلاه دركا، لازم نخليوه العجينه تكون حاكمه روحها، يابسه شويه مش يابسه خلاه، يعني حاكمه روحها، خاطر راح نخليوه يرتاح. ومن بعد نبداو نعجنوا ونطريو بالماء، نبلوا بالماء حتى يعني نطريو العجينه. تعرفوا المطلوع عجينته يعني تجي طريه. وحاجه واحده اخرى يحب، خاصه هذا تاع السميد يحب العجين والدليك، لازم نعجنوه مليح. انا هكا راح نغطي عليه نخليه واحد نص ساعه. هاي ليكم العجينه تجي حاكمه روحها. طبعا ما يفوتنيش نرحب بكل الاخوات اللي فرحوني وشرفوني بانضمامهم للقناه. نقول لكم مرحبا بكم، ان شاء الله يا ربي تكونوا يعني الحاجه اللي تجربوها من وصفاتي تنجح معاكم، وان شاء الله انا تانا نكون عند حسن الظن. هنا بعد ما فاتت نص ساعه شوفوا هي بدات تطلع. نبدا زدت حطيت كيلة واحده اخرى تاع الماء. هنا نحيتها من القصعة، يعني ما تساعدنيش في الخدمة. حطيت العجينة تاعي فوق لو بلون دو ترافاي، يعني فوق سطح العمل، ونبداو نعجنوا فيها. العجين المطلوع تاع السميد لازم تعجنوا 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 مليح، يولي يطرطق تحت يديكم لتما نقولوا خلاص، والعجينة تولي رطبة وبيضة لتما نقولوا خلاص المطلوع تاعنا تعجن مليح. والماء البنات، أنا التفاصيل هذه نمدها خاصة للمبتدئات، كي تزيدوا الماء ما تحطوش بكمية كبيرة باه ما يغلبكمش، باه ما تطريوش العجينه تاعكم خلاص. ديما بلوا، حاولوا تبلوا يديكم بركه وتعجنوا تعجنوا. الطاقه السلبيه كل حطوها في العجين، يعني المطلوع يحب العجين. هاي ليكم. وكي تكون العجينه طريه ما تغلبكمش يعني. هكا لكن تشوفوا اني نعجن ونعاود وتعمدت يعني شويه نطول في المقطع هذا باه تشوفوا العجينه كيف تولي، يعني كل ما تتعجن تولي رطبه ورايه، وتولي تدير هذوك النبابل وتحسوها تطرطق تحت يديكم، يعني كي نتوما تدير هذاك الصوت تحت كي تكونوا تعجنوا فيها. هنا يلا حبوباتي، ما تنساوناش هذاك اللايك، لانه هو اللي والكومنتير هما اللي يخليو الفيديو يطلع وينتشر، فضلا وليس امرا. هكا يعني تقعدوا تديوا وتجيبوا تعجنوا تعجنوا تعجنوا، الغش والزعاف وكل حطوه في حطوه في العجين. ان شاء الله يا ربي بعد عليكم الغش والزعاف ويجعل اياماتكم كل فرح وهنا وسرور يا رب العالمين. نعطي لكم سر واحد اخر من الاسرار اللي تعلمتها على ميمتي الله يرحمها ويوسع عليها، رجاء حبوبات ادعوا بالرحمه الوالديه والجميع موتى المسلمين. السر الاخر هو حطيت مغرف كبيره تاع مرقارين، يعني واحد 50 غرام تاع مرقارين. يعني كي تقرب تتعجن معاكم وتكملوا زيدوا دخلوا هذيك الزبده ولا المرقارين مليح. وكنت تحطوا زبده تاع بقر، واش نقول لكم على البنه تجي تهب الكسره تاعكم. دخلت هذيك المغرف تاع المرقارين مليح 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 في العجينه تاعي، وشوفوا كيفاه ولات. شوفوا بعينيكم، راهي كون جيت نقدر نسمع لكم الصوت، راهي تطرطق الترطيق، يعني هي خلاص عجنتها كيما يحب الخاطر.
شوفوا دوك النباب اللي يديروا فيها. هنا خلاص هذه اللقطه الاخرى تقدروا ديروها، اللي تحكموا هكا العجينه وطلعوا وتهبطوا باه نخرجوا الهواء. ودانا تزيد تتعجن مليح مليح مليح. هنا خلاص هكا ما نزيد لهاش، راح نقسمها. انا درتها ل3 ومن بعد شفتها كبيره، الطاجين تاعي ماهوش كبير ياسر، وليت كل وحده نقصت منها ودرت 4 متوسطين ملاح، ما كبار ما صغار، 4 خبزات هكا. نبدا لوزتهم كما راكم تشوفوا وراح نقرصهم. الثالثه شويه صغيرونه، الرابعه. هادما البنات اللي 3 خبزات الاخرين لازم تغطيوهم باش ما ينشفوا لكمش. والخبزه الاولى اللي راح نقرصها حطيت شويه تاع سميد نعاون بيها خاطر العجينه تاعي طريه، ونبدا نحل فيها غير بيدي، ما تسحقوا لا حلال ما والو، تعجنوها غير بيديكم تقرصوها عفوا. والكسره تاع المطلوع هاي ما تجيش، شوفوا ما تجي رقيقه، ما تجي خشينه ياسر. حنا غطيت عليها خليتها تخمر كيما يحب الخاطر، والمطلوع عطيوله وقت وخليوها تطلع مليح. الطاجين حطيته النار لازم يكون سخون، خلاه الطاجين. وخساره ما عنديش طاجين تاع الطين، جبت مره وزوز وثلاثه وتكسروا لي، يلا غالب نسكن بعيده من طياره لطياره ديما يتكسروا لي. وجات في الطاجين تاع الطين تجي واش نقول لكم بن على بن على بن، مي معليش الموجود نخدموا به وخلاص. نقعدوا ندوروا يعني باه تطيب على وجه واحد، وشوفوا لي النتيجه اللي رايحين تتحصلوا عليها بعد ما طيبتهم كل 4 خبزات تاعي. هنحلل لكم فيها من الداخل كيفاش تجي متقبه خفيفه بنينه بنه كبيره. نتمنى تجربوا الوصفه وتنجح معاكم. تهلاو في رواحكم وسلام.